الملياردير اللي عاشق كل الفنانات واتجوز أجملهم سرق طقم ألماظ من مراته عشان يديه لواحدة تانية، وصحيت لقت ورقة طلاقها جنبها. اتجوز هدى رمزي وطلقها 3 مرات في 1.5 سنة، وميرفت أمين كانت بتعشقه، ولما اتجوزها اداها طقم ألماظ لشبكتها كان سرقه من هدى رمزي، والاتنين وقعوا في بعض، ودفع أغلى مهر في تاريخ مصر، وكل فنانة يحبها كان بيجيب لها فيلا وعربية، وهدى وميرفت قعدوا في البيت عشان يرضوه، لكن طلق الاتنين. قصة رجل الأعمال مصطفى البليدي، عاشق الفنانات الجميلات. كان ضابط طيار واتخرج قبل النكسة ب2 يوم، وشارك في حرب أكتوبر، وبعد النصر ساب الجيش خالص واتفرغ بقى لشركات أبوه، وعمل إمبراطورية البليدي الشهيرة. وبدايته كانت مع هدى رمزي في عز شهرتها ونجوميتها، واتعرف عليها، وبعد فترة عرض عليها الجواز، والمهر كان فيلا في المنصورية وعربية مرسيدس بيضة أحدث موديل. بس هدى طلبت منه طقم ألماظ، والطقم كان سعره 1,000,000 جنيه، وده طبعا كان مبلغ كبير قوي ساعتها، بس مصطفى البليدي كان مستعد يعمل أي حاجة عشان يتجوزها، وجاب لها الطقم، وبقت صاحبة أغلى مهر بين الفنانات، وفي المقابل سابت الفن ولبست الحجاب وقعدت في البيت عشان ترضيه. والمفاجأة هنا بقى إن بعد كل الحب ده وكل اللي عمله عشانها، يدوب 6 شهور جواز واتطلقوا عشان المشاكل، ورجعوا لبعض واتطلقوا تاني بعد 3 شهور، ورجعوا لبعض تاني واتطلقوا تاني خلال 9 شهور، وخلصوا ال3 طلقات في 1.5 سنة. وهدى راحت عملت عمرة واتجوزت بعدها من محامي اسمه سمير عيسى. أما مصطفى البليدي فوقع في جوازة تانية أجمد من فنانة هي جميلة الجميلات، وهي الفنانة ميرفت أمين. ولما عرفها مصطفى البليدي غرقها هدايا ومجوهرات وهدوم وكمان عقارات، وعاشوا مع بعض قصة حب كبيرة انتهت بجوازهم، ودفع لها مهر 10 مليون جنيه، وفرحهم كان ولا 1000 ليلة وليلة. وعملوه في الفيلا بتاعته اللي في العجمي، وابتدى في نص الليل وانتهى تاني يوم، ومصر كلها كانت بتتكلم وتحكي عن الفرح ده. وفي نص الحفلة كده لبسها طقم ألماظ تحفة، ويشاء القدر إن صور الفرح دي تنتشر في كل المجلات، وهدى رمزي تشوف الطقم بتاعها في رقبة ميرفت أمين. وحصلت خناقة، وقالت هدى رمزي إن مصطفى قبل طلاقهم بكام يوم جه وحكى لها عن إنه بيمر بأزمة مادية، وزي أي ست جدعة طلعت الطقم بتاعها واديتهوله عشان يبيعه ويحل الأزمة، لكن هو أخده وراح اتجوز بيه ميرفت أمين. وطلعت وقتها إشاعات إن ميرفت أمين هي اللي اشترطت تاخد طقم هدى رمزي، بس المفاجأة إنه رغم الأزمة دي علاقة ميرفت ومصطفى استمرت، وكملوا في قصة حبهم، وميرفت أمين سابت الفن والتمثيل علشانه، وهو كان بيقول أنا أسعد زوج في العالم، وإنه ما شافش ست بتحاول تسعد جوزها زي ما ميرفت أمين بتعمل. ولما الفنان سمير صبري راح في يوم لميرفت أمين عشان يعرض عليها فيلم، مصطفى البليدي رفض وقال له لأ، خليها لي أنا عاوزها تكون جنبي لوحدي. وبعد 3 سنين دارت الأيام، وتحصل مفاجأة مش مفهومة خالص. ميرفت أمين تصحى من النوم تلاقي ورقة طلاقها جنبها بدل جوزها، واتجوز بعدها المذيعة السورية الجميلة نيفين البكري. دي ما كانتش بس جميلة، دي كانت ملكة جمال، ويدوب 6 شهور وكالعادة طبعا بقى مش هنتفاجئ خلاص اتطلقوا. وفي نص الفترة دي هدى رمزي كانت اتطلقت من جوزها المحامي، والمفاجأة الكبيرة بقى إنها رجعت لمصطفى تاني بعد ما بقى حلال يتجوزها، لكن ما طولوش وانفصلوا. ومصطفى البليدي اتجوز تاني، وفي سنين حياته الأخيرة كان مديون للبنوك بمبالغ كبيرة تعدي الملايين، ومات وهو طالع من السجن عشان يعمل تسوية للسداد، والورثة بتوعه اتحكم عليهم يدفعوا 827 مليون جنيه، يعني مبلغ صعب جدا، حتى مش عارفين هو كان واخد كل المبالغ دي ليه. تفتكروا لو كان لسه عايش كان اتجوز تاني، ولا هيكتفي ب5 جوازات اللي فاتوا ويقول يا دار ما دخلك شر؟ أسرار كل يوم، لكل يوم لون، ولكل لون حكاية.